السلام عليكم ورحمة الله. اليوم هنعمل كب كيك الشوفان بالتمر. طبعا ده تمر كان عندي جف شوية، فأنا نقعته في مصل اللبن، فده اللي نزل منه، يعني بقى طري ولذيذ جدا. هنعمل بيه هيبقى هو ده بديل السكر، لأن احنا طبعا في القناة بنعمل أكل صحي. عندنا هنا التمر يعني حوالي كوباية، ودول كوبايتين شوفان سليم زي ما هم، من غير طحن ولا شيء. وهيكون معانا كمان هنحط معلقتين من الزبد الحيواني. منستعملش زيوت يا جماعة زي ما قلنا قبل كده، زيوت لا. كله هينضرب في الخلاط، مش هنعمل اي حاجة غير كده. حطينا حوالي معلقتين سمنة كبار، زبدة اقصد، او ثلاثة وثلاث بيضات هنضيفهم. وهنشوف. انا طبعا مش هعتمد على السائل قد كده، انا هضرب واشوف لغايه ما يبقى يديني قوام الكيك. طبعا انا هنا حطيت الثلاث بيضات لان دول بيض صغير، انتوا ممكن تحطوا بيض كبير، ممكن تحطوا بيض كبير بيضتين فقط. وثلاث معالق الزبده، ومعلقه قرفه، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره، ومعلقتين كبار خل. وطبعا لازم ذرة الملح البحري. هنحط السائل اللي هو الحليب بقى على حسب قوام العجين، هنضرب ونشوف، خليكم معايا. حطيت معلقة فانيليا وهنضرب وطبعا هنحط السائل على حسب ما تحتاج العجينة، لان التمر كان فيه سائل. هنضرب الخليط عشان ما اعملكوش ازعاج، ونرجع تاني اوريكم القوام اللي وصلت اليه. طبعا فرمناه يا جماعة، وزي ما انتوا شايفين القوام ما خليناهوش يعني، لان طبعا كان فيه سائل في الطعم، فالقوام زي ما انتوا شايفين بينزل بصعوبة يعني. خلوه كده عشان ما يحتاجش يقعد في الفرن كتير، يعني كيكة قوامها تقيل شوية. زي ما انتوا شايف كده بتنزل بصعوبة. كل اللي احتاجته يمكن اقل من نص كوباية حليب، اقل من نص كوباية حليب. هو ده القوام معانا. يعني تنزلي العجين يبقى عامل زي المنقار كده،